السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة منوعة المطبخ. نتمنى دائما تكونوا بخير. كل فيديو ان شاء الله نلقاكم بخير وبصحة وسلامة. الفيديو ديال اليوم ان شاء الله كيف لاحظتوا غادي نحضر فيه هاد الوصفة اللي كتستعملوها في بزاف ديال المملحات. هاد الوصفة وهي الفرماج الكريير او الفرماج بديل الفرماج الاحمر. نتمنى يعجبكم هذا الفيديو. وقبل ما نبدا الفيديو دائما كنبغي نشكر دائما الاخوات والاخوان اللي تيدخلوا وتيشجعوني وتيخليو التعليقات اللي تتفرحني فعلا. وما تنساوش وما تبخلوش علينا باللايكات باش ان شاء الله دائما نعطيو الجديد. نتمنى نكون عند حسن الظن ديال الجميع، ودائما كنشكر المشتركين الجدد والمشتركين القدامى، واللي مازال مشترك يضغط على الزر الاحمر ويفعل الجرس باش يوصلوا كل جديد من الفيديوهات ان شاء الله. هذا الفرماج كيجي ساهل بسيط، في ساعتين يوجد، وساهل بكل كلمه من معنى. ان شاء الله راه تجربوه وغادي تلقاو غادي تنجح معكم ان شاء الله. هذه الوصفه كيجي رائع، كنستعملوه بزاف الاستعمالات في هكا لي بيتزا ولا في لي غاطا ولا في لي كيش، شحال من حاجه كنستعملوها. وبالاخص ان شاء الله الشهر الكريم المبارك اللي الله يبلغنا ليه ان شاء الله بالصحه والسلامه غادي نحتاجوه الكثير من الوصفات. وما نطولش عليكم، وهذا هما المكونات وان شاء الله باش ندوزو للطريقه من بعد. المكونات عندي هنايا 2 الكيسان الحليب المجفف او حليب بودره، يعني هنايا عندي 120 غرام. كاس ديال الماء عادي، الماء بارد ما تيكونش عامر حتى الراس هكايا. وعندي هنايا خليط الزبده والزيت باش يعطينا المذاق. بالطبع كيكون المذاق مختلف على الفرماج الاحمر، ولكن كيكون قريب ليه. هنايا خديت تقريبا الزبده، خديت ربع الكاس وكملت باش كملت بالزيت. وعندي هنا 4 ديال الاصفر البيض. عندي 4 الفرماج المربع، ممكن تعوضوه بمثلث، الفرماج المثلث. عندي 3 المعالق نشا او مايزينا يكونوا عامرين. عندي 2 معالق عصير الحامض او الليمون الحامض، والملح بالطبع عندي هنايا معلقه صغيره تكون عامره. الطريقه سهله وبسيطه حتى هي. كناخذوا الاناء، كنفرغوا الماء، كنفرغوا الزيت والزبده. عندي خليط الزيت والزبده، ممكن تعملوا غير الزيت بوحده. كنخلطوا هنايا بالطرب او بهاد الفويه هذه، وممكن تستعملوا مباشره في كل المكونات تعملوها في الكاس ولكن بالتدريج. هنايا خديت انا هاد الطراب باش يسهل عليا، كيجي من الاحسن انا خديت هذا، وممكن تستعملوا اللي بغيتو حتى الكاس ديال العصير. هنا من بعد ما بيض لي الخليط ضفت الملح وغادي نطرب عاوتاني. دائما كنضيف الفرماج المربعات، ولكم اختيار مربعات ولا الفرماج المثلث. كنضربوه مزيان حتى كيولي هكا على هذا الشكل، كيدير بحال الرغوه. كنضيف 4 الاصفر البيض، وكنستمر في الخفق. ضروري انه خصنا نبقاو نخفقوا فيه مزيان حتى كنساجم كل عنصر كينسجم مع العناصر اللي قبل منه. خدمه ديال هاد الفرماج كلها سهله، كلها خفقوا غير الطراب هكا، ممكن تخدموا غير بالطراب اليدوي. كنضيف الحامض معلقه او 2 المعالق حامض على حسب الذوق، ممكن معلقه ممكن 2 المعالق. كنضيف هنا النشا، كنخلطو بالطراب اليدوي او الفوي حتى كنحل الكتل.
ومن بعد عفوا من بعد كناخد هاد لوبغا هذا باش كنميكسي مزيان. ونفضل انا تستعملوا الميكسر ولا هذا ديال اليد شويه كيعذب، خصكم كتبقى شحال وانتي كطربي، من الاحسن ديال الكهربائي. كنبدا نضيف في الحليب غبره او حليب بودره، كنخلط غير باليد. ومن بعد كنكمل بالدلوبغا هذا كيطرب ليا مزيان. كيف لاحظتوا حتى كيولي هكا داير الرغوه مزيان وكتنسجم العناصر مزيان. كناخد طنجره كنفرش فيها واحد الثوب من التحت، وكنحط هاد الزليفات ديال البديع على حسب اللي بغيتو. ممكن تعملوا غير زلافه وحده، كل واحد على حسب اللي عنده. انا ما عنديش شي زلافه هكا تكون كبيره باش نديرها، كاينه ولكن ما استعملتهاش. خديت هاد الزليفات على هاد الشكل باش ياخذوا ليا هاد الطنجره. يلا تعمر ليا هاد على حسب القنيتات هكا. وخديت هاد الكويسات هادو حتى هما كندهنوهم اما بالزيت ولا بالزبده اللي بغيتو. وكنفرغ الخليط ديالي، ممكن تفرغوه بالكاس هكا بشويه بشويه، ولكن انا خديت هكايا السوبيره كنخويه هكايا متحكمه فيها. ما كنعمروش زليفات، كنخليو شي شويه هكايا فين غادي يتنفخ شي شويه. كنفرغ كل المحتوى او الخليط ديالي كله في هاد الزليفات، وعلى حسب الشكل اللي بغيتو ممكن ديروا 2 زلايف. صافي كنبقى من بعد ما كملت هاد الخليط ديالي خويته هكايا في الزليفات، كناخذوا الماء يكون ضروري يكون مغليان باش نخويوه في هاد الطنجره، وكيكون شويه طالع على هاد الزليفات، ما نطلعوش بزاف باش من بعد ما غادي يبدا يغلي باش ما يوصلش لينا الماء يطلع لينا الزليفات. صافي وكنخليوه نغطيو عليه وكنحطوه على نار تكون مهيله بزاف، وكنغطيو عليه لمده ساعه الا ربع حتى لساعه. وحنا كنقلبوه ضروري، ومره كنحلو الغطاء باش نمسحو هاد كيكون فيه هذاك البخار معندة كيبدا يقطر على الزليفات. من الاحسن مره نحلوها وكنمسحو الغطاء ديال الطنجره حتى من بعد ما غادي يطيب لنا. باش كنقلبو هكا بالعود ديال القطيب، كنقلبوه باش نشوفوا واش نشف لينا من الداخل. الا نشف راه نطفيو عليها، راه اقصاها انها غادي ساعه اللي غادي طيب لينا. وهذوما زليفات من بعد ما خرجتهم وخليتهم حتى بردوا، مازال ما بردوش بزاف، وانما غير بردوا شي شويه دفاو شي شويه. كيف لاحظتوا كندخلوا القطيب كيخرج ناشف، ومن بعد غادي نديمو ليهم. الا بان هكا شي شويه مازال مشدودين شي شويه، كان ما فيها بس ناخذ واحد الموس هكا غير بشويه كنحلوه هذاك الجنيبات الفوقانيين. صافي حيت مدهونين بالزبده ولا بالزيت راه كينزلوا لينا في ساع. كيف لاحظتوا راه طابوا وكيبقاو هكا شادين اللون ديالهم حتى هو والشكل ديالهم بحال الفرماج اللي كنشريوه من الزنقه او من المحلات. كنستعملوا دائما الموس هكا غير الرويس ديال الموس، ما نحاولوا ما نضربوهمش من الجناب. صافي هما هادو الشكل ديالهم كيجيو هكايا، الشكل ديالهم والمنظر ديالهم كيجي رائع. وكيف قلت راه وهادهم بعد ما خليوهم حتى غادي يبردوا، نخليوهم يبردوا مزيان باش يسهل لنا باش نقطعوهم وباش نحكوهم. وكيف قلت كيجي هكايا كنستعملوه بزاف الاستعمالات. نتمنى يعجبكم هاد الطريقه ديال الفرماج. وكيف لاحظتوا كيف ما كنحكوه راه تيخرج هكايا بهذا الشكل هذا، كيجي طوال ما كيجيش معجن. كنستعملوه في البيتزات اللي كيش بزاف الوصفات.
وهذا هو الشكل ديال الفرماج الاحمر او الكريير. نتمنى يعجبكم وتعجبكم الطريقه ديالي ويعجبكم هذا الفيديو، وما تنسوش الى عجبكم تبارطاجيو مع الاصدقاء، وان شاء الله نتلاقاو في وصفه اخرى بحول الله، والسلام عليكم ورحمه الله.